تحياتي لايف جديد مع احمد كريم. كنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن موضوع مهم جدا، موضوع رائج وشائع، اللي هم بييجوا يغيروا زيت الفتيس، بيجيبوا زيت نوع رديء وزيت نوع جيد. الرديء بيعملوا بيه غسيل، والجيد هو اللي بيفضل مستمر في الفتيس. وكنا قلنا ان الموضوع ده غلط، وشرحنا الموضوع ليه غلط، وقلنا ان هو بيفضل موجود في الفتيس الرديء دوت وانت بتتعامل بيه. شرحنا الموضوع ده. بعض الوكلاء او بعض المصنعين بيوصوا بغسيل الفتيس في العربيات الاوتوماتيك، دي طريقة. وفي بعض الوكلاء او المصنعين التكنيك بتاع الفتيس مش محتاج اللي هو يتغسل يعني. فالنهاردة احنا طالعين بقى عشان خاطر موضوع تاني، موضوع برضو كان اتطرح قبل ما اعمل الفيديو ده، واتطرح وانا بعمله، واتطرح بعد كده في الكومنتات وفي الرسائل اللي جت. موضوع او حتى في بعض المراكز والورش بيقول لك هات زيت الفتيس الجديد بتاعك وهاته تعالى اغيرهولك، تعالى حطه في العربيه وامشي بيه 3-4,000 كيلو، وبعد كده ننزله ونحط زيت الفتيس اللي انت هتمشي بيه، وبالطريقه ديت احنا كده غسلنا الفتيس. طيب هو في الاول كده، اول ما تفهم الموضوع او اول ما تشوفه تقول تمام ماشي، ايه المشكله، ما احنا هننزل الزيت وهنحط الزيت وخلاص والدنيا تمام يعني. لا، هو لو كان عايز كده او كان عايز الطريقه ديت المصنع كان هيقولك اوكي. هو التكنيك بتاع التغيير او غسيل الفتيس بيقول ايه؟ انت دلوقتي هديلك مثال، لو انت جبت شويه ميه وحشين وفيهم تراب وطينه او كده ووحشين تمام، وزودتهم ميه وقعدت تقلب كتير يعني، وسبتهم مده طويله، هل الميه الحلوه هتبقى على جنب والميه الوحشه هتبقى في حته تانية؟ لا، كله هيخش ويندمج في بعضه. هي نفس الفكره، ما ينفعش احط زيت جوه الفتيس واسيبه فتره طويله تمام وبعد كده انزله واقول كده انا غسلت. لا، هي الطريقه والتكنيك واحد، اللي انت بتنزل الزيت القديم وبعد كده بتحط زيت وبعد كده ترجع تعمل دوره تانية حسب ما المصنع اوصى الغسيل على كام مره تمام. ديت الطريقه اللي بيوصي بيها المصنع. طب اكبر دليل على كده ايه؟ احنا عندنا الصيانات بتاعتنا بنغير زيت الموتور كل 10,000 مثلا او 5,000، وزيت الفتيس مثلا كل 60,000. طيب انا دلوقتي لو هو كان عايز التكنيك اللي حضرتك او الورشه اللي هي بتعمل كده او المراكز اللي هي بتعمل الطريقه دي، لو كان المصنع عايز الطريقه دي كان خلى تغيير زيت الفتيس كل 20,000 او كل 10,000، وريح دماغه من قصه اللي انا اغسل واحط الزيت وبعد كده انزله تاني وادور العربيه واحط العربيه على غيار. فيعني كان عمل الطريقه اللي هو غيره كل مدة او كل كيلومتر او كل فترة زمنية تمام. هو زيت الفتيس بيتغير برضو بالمدة الزمنية اللي بيوصي بيها المصنع، مش بس عدد الكيلومتر. فلو هو كان عايز يعمل كده كان عمل، ما كانش خلى الموضوع في الغسيل، وخصوصا اللي هي فكرة يعني حاضرة في دماغه، يعني موجودة اصلا في تغيير زيت الموتور، يعني مش اختراع جديد يخترعه. ولذلك احنا شايفين او انا شايف ان احنا نلتزم بتوصيات المصنع والطريقه اللي هو عايز يغسل بيها الفتيس بتاعه، لان هو اكتر واحد اضرب الموضوع دوت. بلاش الفزلكه من المراكز ارجوكوا، عشان الناس بتعاني، حرام عليكم يعني. يا ريت المعلومه دي ما توقفش عندكم. اشوفكم بخير، السلام عليكم.